ماتش الاهلي وسموحه، انا اقول لك الشوط الاول استحواذ للاهلي بس زي قلته. الاهلي بيلعب وحش، مش بيلعب بسرعه، مش عارف يوجد حلول، مفيش استغلال للمساحات، في مس باص. كل الكوليكشن ده بيقولك ان روح الاهلي ما كانتش موجوده، والحقيقه ما كانش فيه خطوره على اي مرمى من اي فرقه. بس سموحه قاري الاهلي صح وقدر يوقف خطوره الاهلي. والاخ اللي اسمه صلاح محسن ابو هس، اديك بتلعب من اول الماتش، عملت ايه يا ابو هس؟ وخلص الشوط الاول 0-0. ممكن تعمل لايك عشان تهون علينا الماتش ده. والشوط التاني مفيش اي تغيير من طريقة لعب الاهلي، نفس الزفت. وسموحة بتدافع باستماتة، دول حتى ما بيعملوش هجمات مرتدة، بيدافعوا بس. والاهلي مفيش حلول. حاج كولر كالعادة عمل تغييرات في الدقيقة 80 اللي ما كانش ليها اي 30 لازمة اصلا. هو انت بتكبر وبتعاند مع مين يا كولر؟ مفيش اي كلام يتقال تاني في الماتش ده غير انه ماتش وحش وحش